كنت قاعد في امان الله، لقيت اف ام ايجيبت بيبعت لي رساله ان عندهم سكيت هارد بوت عايزين اجربه. فلما شفت السكيت لاول مره اتصدمت، لان السكيت مش عليه اي حاجه تدل السكيت ده هو من شركه اف ام، كاتبين عليه كولد بلو. وبعد دعبسه كتير ولف حوالين السكيت ده هو لقيته بالصدفه في علي اكسبريس. فلاتضح لي من وكيل اف ام في مصر ان السكيتات الهارد بوت من شركه اف ام هم مش مهتمين بيها بالشكل الكبير. وبعد دعبسه كتير تاني لقينا شركه اف ام منزله نفس السكيت، بس اللهم شايله كلمه كول بلو وحاطه اف ام. فده اللي خلاني اصدع كده وقلت انا شكلي هجرب سكيت من علي اكسبريس. فيلا خلونا نشوف التجربة الغريبة والمثيرة للاهتمام جدا. السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ اخبار الدنيا معاكم؟ طمنوني عنكم. معاكم هشوم، والنهارده يا شباب هنتكلم عن سكيت كول بلو، السكيت الموجود في علي اكسبريس. غريبة بالنسبة لنا فكرة انك اصلا تجيب من موقع صيني في تجربة مثيرة للاهتمام ورا السكيت ده. اول حاجة خلينا نتكلم عن الفئة السعرية المحطوط فيها السكيت ده. فالسكيت اللي بينطح السكيت ده هو راس براس هو البيكي بي اللي احنا كنا عاملين ليه ريفيو قبل كده، لو فاكرين اتكلمنا عنه بكل تفاصيله. ولكن على بال ما السكيت ده هو بيوصل لحد هنا بيكون تكلفته بتعدي تكلفة الاكس 5 اف، ان شاء الله نعمل له ريفيو قريبا باذن الله. فخلينا نتكلم بشكل سريع عن مواصفات السكيت بتاعنا. السكيت ما يختلفش كتير عن السكيت البيكي بي اللي احنا كنا عاملين ليه ريفيو في الفيديو اللي فات. عندنا البوت كامل معمول هو والكف من البلاستيك المقوى، وفيهم السربات الجديده اللي احنا متعودين عليها، وفي تركه في السربات ان هما ما بيتفكوش، فدي تعتبر حاجه سلبيه وايجابيه في نفس الوقت. والبوت عندنا بيكون مفتوح من كل الجهات بحيث ان هو بيهووك، والفتحات عندنا هنا يعني ما بتوصلش من قدام السكيت، من جناب السكيت، حتى الظهر بتاع السكيت، وكمان حتى الجزئيه التحتيه للسكيت برضو فيها تهويه. وعندنا الكف زي ما قلنا من البلاستيك اللي ما بيتفكش من البوت بتاعنا، لان المسار بتاعه بيكون كبس هو زي ما قلنا بالسربات. وعندنا الشيلد بتاع البوت بيتفك ويتركب عكس البيكي بي اللي كان ثابت عندنا في الفيديو اللي فات. وفي البوت بيجي شوك ابسولفر عشان يحافظ على رجلك في الجمبات ويمتص الصدمات في الجمب. وفي تعليق سريع جدا على تصميم البوت الخاص بينا. تصميم البوت هو اول مره اشوف سكيت بالتصميم ده، ان تصميم البوت واخد شكل رجلك. انا ما بتكلمش على اللاينر ممكن ياخد شكل رجلك، دي احنا سمعناها قبل كده، بس بوت يكون على شكل رجلك الموضوع هنا غريب. هو حرفيا واخد الرسمه بتاعه الرجل بتاعتنا وخدها وعمل البوت بتاع السكيت بنفس التصميم ده هو، بعكس السكيتات كلها اللي انا شفتها في حياتي. وده هيعكس على التجربه بتاعتنا اللي هنتكلم فيها بعد الجزئيه دي. نزلنا من البوت ونروح على اللاينر اللي هو مقر الراحه للقدمين، وهو ما فيهوش اي افتكاسات جديده بصراحه، يعني هو معموله من القطن عادي جدا، السبيك الى حد كويس، وفيها جزئيه رهيبه جدا 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 اللي هي كانت موجوده في الاف ام فرشه، اللي هي الاجزاء اللي بتمسك رجلك من ورا، تحس ان هو تمسك كعبك ان هو ما يطلعش وينزل ولا يروح يمين وشمال، ويكون ممسوك بشكل كويس. ونسيب اللاينر بقى وننزل على الفريم الخاص بينا المعمول من الالومنيوم اللي قابل انك تفكه وتركبه، واللي تقدر تخصصه وتوديه قدام وورا بدرجه واحده، وبرضه توديه يمين وشمال بشكل محدود شويه، يعني اصغر من الفتحات اللي موجوده في السكيتات عامه. فده تعتبر حاجه بتقلل الاوبشن على المبتدئ بحيث ان هو ما يتوهش. والجدير بالذكر ان الفريم بتاعك بيقبل مقاس ال 80 وال 76، وتقدر تفكهم وتركبهم كلهم 80 من ناحيه الويلز، وهتلاقي ان الفريم معاك فلات، يعني مش معمول للسلالوم. نسيبنا بقى بالفريم عشان احنا اتكلمنا عنه كتير، ونخش بقى على الويلز بتاعك. الويلز اللي بتيجي مع السكيت ده هو هي ويلز مقاس 80 ومقاس 76، فبيكون عندك السكيت بيجي سلالوم، وصلابه الويلز ديت 85. طيب كده خلصنا من مواصفه السكيت ذات نفسه. خلينا بقى نمسك السكيت ونتكلم عنه ونفصصه حته حته ونقول لكم عن تجربتي معاه. السكيت بشكل عام حسيته ان هو اول ما مسكته خفيف، وحتى الناس اللي مسكت السكيت لاول مره لقيته ان هو خفيف، والسبب في خفته هو المواد المستخدمه في البوز ذات نفسه، بحيث ان هي خفيفه ورقيقه شويه، وبلس ان الخروم الموجوده في السكيت بشكل مكثف بيخلي السكيت ده هو يفقد وزن كبير منه، وحتى اللاينر عندنا برضو يعتبر خفيف. فده الاسباب وخليه ان السكيت من الجزء العلوي خفيف. مع المدى الطويل انا ما اعرفش بصراحه هل هي تستحمل اللعب العنيف او حتى اللعب المبتدئين بشكل عام مع تدرج المستوى بتاعتهم الى ليفل معين ولا لا، دي هحتاج ان انا اخد فيها فتره اطول. ولكن ده اول ما حسيت بيه اول ما مسكت السكيت، واول مره جيت اجرب فيها السكيت دي كانت ردة فعلي. يا سلام، تجربه سكيت جديد. هو تمام مفيش مكان ظل غير هنا تقريبا، هو في اماكن كتير بس احنا اخترنا المكان ده مش عارف ليه، قلت اغير المكان شويه. المهم احنا عندنا النهارده سكيت جديد نجربه، هو اسمه غريب شويه بس يعني الرهيب في الموضوع ان هو من علي اكسبريس، فهنجربه يعني نشوف المنتجات اللي بتيجي من هناك بتبقى عامله ايه. المفروض ان هو مش مربوط فيه الرباط، فهنربطه دلوقتي. معاناه والله.
12 seconds later. في حاجه غريبه بصراحه في السكيت هنا، ان هو في 3 اماكن للروبوت، والمفروض ان احنا نلبس السكيت، المفروض يعني مش عارف، انا بقول ان احنا هنلبس السكيت دلوقتي ليه، يعني بحس ان انا هجيب حاجه جديده، بس ما علينا. اوكي احنا ايه ده؟ الموضوع غريب أوي. هو بص، هو الجدير بالذكر ان هو سلالوم، مش عارف انتوا شايفيني ولا لا عشان الشمس لسعانه قوي، فاحنا هنخش ونكون في وشنا الشمس. لا تجربته غريبه قوي. تعالوا نطلع فوق. هو بصوا كان انطباع اولي، انا المنظر من هنا غريب جدا، يعني اول مره اشوف ويلز تكون مش في نص البوت، يعني هي في نص البوت، اكشلي هي في نص البوت. اللاينر في جزئيه فاكرين في الاف ام فرشت، كان في قطعه كده ورا في الكعب ماسكه الرجل بطريقه غريبه، بتحسن الراحه وبتحسن التماسك في السكيت. الموضوع ده برضو موجود هنا بس مش بنفس الجوده خالص. وحاجه برضو تانية، هي موضوع غريب جدا، تحس ان في اماكن فاضيه في اللاينر، يعني تحس ان هو صوابعك يعني متعوده انها تكون في الجزء ده هو يعني قفشه وممسوكه، هي لا هنا واسعه. هل ده عشان تصميم البوت؟ الله اعلم، بس تصميم البوت هنا غريب جدا، انا اول ما اشوفه مش موجود في اي سكيت، يعني في السكيتات التانية بيبقى فيه سيمتريه، هنا مفيش سيمتريه خالص، فده تصميم وفلسفه التصميم اول مره اشوفها بصراحه. برضه من الحاجات اللي لاحظتها ان هو حاسس انها على لورا، فهل ده عشان هو سلالوم؟ ما اعرفش بصراحه، ولكن ممكن الفريم راجع او رايح لقدام شويه، ولكن انا حاسس انها على لورا. اوكي هجرب كده دلوقتي اعمل جامب بيه. عجيب. هو بصوا كاول انطباع بصراحه، يعني السكيتات الاول ما بتجيبها ببقى انطباعها فيها غريب، بس هنا يعني في حاجات اغرب. الو مش عارف اشرح اكتر بصراحه، هنجرب السكيت ونشوف ايه مميزاته وايه عيوبه. التجربه فيه مختلفه بصراحه، حاسس ان احنا ممكن نطلع حاجه غريبه. ما تنسوش السكيت ده هو جاي من علي اكسبريس، فيعتبر من البراندات او يعني من الاماكن اللي هو انت تتقلق منها شويه والتجربه هتكون غريبه شويه، ولكن هنجرب يعني. خليك بقى تكمل هالشوم بقى ايه بقيه الريفيو. طيب بعد بقى تجربة طويلة جدا مع السكيت، خلينا نحط السكيت كده على جنب عشان ايه نتكلم كده عشان ما يزعلش مننا. طب عشان نكون واضحين في التجربة بتاعتنا، انا جربت السكيت ده هو في 3 اختبارات مختلفة. اول حاجة جربتها ان لعبت بيه سلايدات ولعبت بيه سلالوم وكمان لعبت بيه جامب. اول حاجة واهم حاجة بالنسبة لي بصراحة في اي سكيت واللي يظهر لي قوة السكيت ده هو فعلا هي الراحة بتاعة السكيت. فراحة السكيت ده هو بصراحة انا عندي اكتر من تعليق في الراحة، لان في مناطق في السكيت وجعت رجلي التاني يوم المناطق دي بتختلف، فبقى الموضوع بالنسبه لي غريب. يعني هي المشكله في المنطقه ديت، طب بعد فتره مثلا بلعب بالسكيت مثلا نص ساعه المنطقه ديت ما عادش بتوجعني. طب ايه انا ما اعرفش بصراحه. طيب ايه المناطق اللي كانت بتوجع رجلي في السكيت؟ المنطقه الاولى اللي كانت بتوجعني هي كانت الجزئيه اللي تحت الاستراب بتاعنا، اللي هو الاستراب ال45. ومع العلم ان الاستراب ب45 درجه ما كانش بيخش في مكانه بشكل صحيح، يعني كان بيخش جوه البوت بطريقه غريبه، اللي هو اللسان اللي تحت الاستراب ده كان بيخش تحت البوت، يعني شكلها غريب. مع اللعب ومع الحركه فالجزئيه دي بتخش واطلعها وبعد كده هي تخش تاني لوحدها، فالموضوع بالنسبه لي كان مستفز شويه. ومن ناحيه ممكن لو احنا نقول عليها عيوب، فالعيب التاني اللي انا لاحظته معاه الكعب يا جماعه بصراحه كان مميت حرفيا، وده كله بسبب الشوك ابسولفر. وخليني احكي لكم القصه دي. في بدايه ما كنت بجرب السكيت، لما كنت باجي اقلعه بعد ما اخلص التجربه كان اللاينر بيطلع مع رجلي، فلما جيت ابص على الشوك ابسولفر لقيت ان هو ملوش مكان بيثبت فيه. يعني اوكي هو ليه مكان وليه حفره وليه بوزيشن معين بيثبت فيه، ولكن مفيش حاجه بتمسكه. فحرفيا لو انا مسكت السكيت كده وقلبته هلاقي شوك ابسولفر بينزل من مكانه. فالغريب اللي حصل ان هو شوك ابسولفر اختفى او ضاع. بعد ما ضاع الشوك ابسولفر اللي هو الشمال فرده الشمال، وجيت اعمل جامب، احساس الجامب او احساس اللاند بعد الجامب ان انا بلاند من غير الشوك ابسولفر من غير اللاينر، بس مش في الفرده الشمال اللي هي اوريدي ضايعه، لا في الفردة اليمين. ده اداني ايحاء ان الشوك ابسولفر عندنا ضعيف شويه ومش بيعمل المهمه المطلوبه منه بشكل كويس. طيب نسيبنا من اللاينر ونسيبنا من البوت ونيجي بقى من ناحيه الكنترول على السكيت ده. الكنترول يا جماعه ودي تعتبر بالنسبه لي من اهم الحاجات الموجوده بعد اللاينر. كانت تجربتي على سبيل المثال اكتر حاجه بحتاج فيها كنترول اللي هي السلالوم، وبصراحه تجربه السلالوم هنا مميزه جدا بصراحه، ومش هخفى عليكم كانت احسن من البيكي بي، وده لعده اسباب. بسبب ان
السكيت كان مقاسي، وتصميم السكيت اللي كان فريد من نوعه، خصوصا شكل البوت اللي واخد شكل رجلي، ومن ناحيه الويلز اللي هي كانت بتكلبش في الارض وماسكه بشكل كويس، كانت حاجه مميزه جدا مخليه تجربه السلالوم عندي اعلى. ومش هخفى عليكم كانت احلى تجربه لعب سلالوم في سكيت هارد بوت كانت بالسكيت دهوت، السكيت اللي هو من علي اكسبريس. فبصراحه الصينيين دول مش هينين بامانه. ولما جيت اجرب السلايدات بالسكيت دهوت لاحظت حاجه غريبه. بيعمل سلايدات وبصراحه انبسطت بيه جدا، ولكن في حاجه غريبه ان البوت بتاعنا من تحت مسطح بزياده، فتحس انك لما تيجي تميل رجلك بدرجه معينه تحس ان البوت بيحك معاك، نفس شعور بالظبط السكيتات الاجريسيف. فكان من الحاجات اللي انا كنت عايز اجربها بصراحه ان انا العب السكيت دهوت اجريسيف وجرايند بيه، ولكن يعني اف ام ايجيبت كان هيولعها فيا ولا ايه يا شباب؟ ومن الحاجات الجديره بالذكر بصراحه الاسترابات يا جماعه ضعيفة شوية، يعني مش حاسس انه اللي هو متعوب عليها او مدفوع فيها، والكواليتي بتاعتها رهيبة. ومن ناحية التهوية بتاعت السكيت صراحة كان السكيت كان يفوز. خلاصة التجربة بأمانة السكيت دهوت لو حد سألني عنه في الشارع هقوله هو حلو بس هو غالي. يعني لو انت بنفس البادجت بتاعتك اشتريت بيها سكيت تاني هتلاقي ان عندك السكيت التاني احسن في الكواليتي وفيه مميزات اكتر، وحتى في التصميم اجدد واحلى. فالحاجه اللي تعيب السكيت ده هو ان هو اتحط فيها او اتصنف فيها سعريه عاليه شويه، على انه بيتقارن مع البيكي بي، ولكن في الفئه السعريه هو بعيد خالص عن البيكي بي. وحاجه تانية بصراحه للجماعه الصينيين، يا جماعه اتعبوا شويه في اللاين، الموضوع بيفرق جامد، وخصوصا اللسان، لان لاحظت ان هم الصينيين عندهم مشكله في الجزئيه دي، ان هم عندهم رجولهم صغيره. في سكيت استوعبت ان هو في ناس عندها رجل كبيره، فخليكوا كده تعلموا من سكيت الاتش سي اف وخلوا البوت كده او من فوق كده واسع ومرحرح كده، خلي الواحد يحرك رجله براحته كده. وحابب اشكر اف ام ايجيبت على التجربه الجميله ديت. هتلاقوا رابط الانستجرام بتاعهم تحت في الوصف، وبص عليهم كده وشوفوا اي جديد بتاعهم، وخصوصا سكيت الكربون عندهم تحفة جدا. وبس الى هنا وصلنا لهذا الفيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان معاكم الشوم، في امان الله، السلام عليكم. يا رب يكون سجل بالمرة. وبما ان شات اوت للمصور بتاعنا الجامد، احلى تحية ليك